26 مارس سنة 1966 وفاة العبقري المصري الموسيقار الكبير محمد الأصابجي، وياما سمعنا له ألحان. محمد الأصابجي هو ملحن وموسيقار مصري اتولد في القاهرة. اتولد في يوم 15 إبريل سنة 1892 وتوفى زي النهاردة في يوم 26 مارس سنة 1966. الأصابجي تخرج من مدرسة المعلمين، ولكن كان يهوى الفن منذ الصغر، وطبعا كان بيقدم العديد من الأدوار القديمة في حفلات السهر، وأصبح زميل للمطربين هذا العهد أمثال علي عبد الهادي، زكي مراد، أحمد فريد، عبد اللطيف البنا، صالح عبد الحي. وأهم أعماله الفنية وأشهرها كان مع سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم، مثل أنا كنت أسامح وأنسى الأسى، روق يا حبيبي ما دمت تحب بتنكل ليه. محمد الأصابجي هذا الموسيقار الكبير الذي رضى حتى آخر أيامه ويجلس وراء سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم، محتضن العود لسنوات طويلة، متأثرا به ومتأثرا أن يكون عضوا كباقي أعضاء فرقة السيدة أم كلثوم. هو الموسيقار الكبير الذي أسرى الموسيقى العربية بالعديد من أعماله التي كانت البداية الحقيقية، وهو السبب في تطويرها. هذا هو العملاق محمد الأصابجي الذي لحن لنجوم الطرب في هذا العصر، بداية من منيرة المهدية وصالح عبد الحي ونجاة علي، مرورا بليلى مراد وأسمهان، وانتهت بكوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي عشقت لعزف الأصابجي على الآلة الخاصة به وهي العود، ليظل دائما بجوارها حتى عندما مات في نهاية الستينات. ظلت صومة محتفظة بمقعد خالي خلفها على المسرح تقديرا لدور الأصابجي ومشواره الفني معها. رحم الله الموسيقار المصري العملاق محمد الأصابجي اللي بيمر النهاردة ذكرى وفاته. رحم الله الجميع، رحم الله كل من خدم تراب هذا الوطن. رمضان كريم.